إذن السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، عشاق ومحبي السيار بشبابي بلوزداد أينما كنتم طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم. ألف مبروك للعشاق والأنصار والمحبين تأهل شباب بلوزداد إلى الدوري القادم من منافسات ومواجهات الكونفدرالية الأفريقية، في الحقيقة بعد فوز صعب على الفريق الغيني كحافية كوناكري بثنائية نظيفة. نعم، عبد الرحمن مزيان افتتح التسجيل في الدقيقة ال55 من مجريات وعمر وأحداث هذا اللقاء عبر تسديدة صاروخية ليعود بعدها البديل في الحقيقة بالنسبة إلى لطفي بوسوار الذي سجل هدفا في الدقيقة 68 من عمر ومجريات وأحداث هذا اللقاء. نعم، شباب بلوزداد كان ممتازا جدا اليوم. بالنسبة لي نجم هذه المواجهة في الحقيقة كان الحارس فريد شعال الذي أنقذ شباب بلوزداد من الكثير والكثير من الأهداف المحققة في هذه المواجهة. لعب جماعي ممتاز وسيطر على الكرة بشكل جيد إلى حد ما ينقصنا فقط هو السرعة، وفي الحقيقة ردة الفعل الهجومية أثناء الهجمات المرتدة التي نحتاج فيها إلى بعض السرعة من أجل أن يكون وضع الفريق ممتاز ومثالي. السيد سعد راموفيتش اليوم قدم توجيهات صارمة وقدم العديد من الملاحظات أثناء المباراة وما بين الشوطين بالحقيقة، وحفز اللاعبين وحمس اللاعبين وبين لهم ضرورة الفوز في هذه المواجهة والانتقال إلى الدور التالي من مواجهات ومنافسات الكونفدرالية الأفريقية. ألف مبروك للعشاق والأنصار والمحبين، ونلقاكم في فيديو قادم.